لانها الكره هنا تلف ما بين السته وما بين ضربه الجزاء. لو في لعيب بيجيد ضربات الهواء يبقى فيها كلام تاني. وادي عرضيه عاليه، لسه بقول لحضراتكم اكرامي وجوه الجول الاول لنادي المحله. لسه بقول لو اتلعبت طويله وعرضيه، لكن اشرف شيحه هو اللي كملها. والله اشرف شيحه اللي جاب الجول رقم 12. لكن كانت المتابعه جميله جدا من اكرامي اللي في الصوره ده. هنشوفها مره ثانيه مع بعض. تتلعب الكره من احدى البقاع السحريه في الملعب اهي من محمد سعد عاليه ينط بدماغه اكرامي، ترتد لمين لاشرف شيحه. الهدف الاول لنادي غزل المحله يحرزه اشرف شيحه من متابعه الهيدز الجميل قوي بتاع اكرامي، يحطها جوه. خير من محمد القط الباك الشمال اللي دخل لجوه ايه ودايس على كورته ودخل جوه ال 18. ووائل جمعه وقع على طول محمد القط، وضربه جزاء لنادي الزمالك. هنشوف مين اللي هيشوط من نادي الزمالك. شايف مدحت عبد الهادي هو اللي داخل عشان يشوط. مسك كورته مدحت عبد الهادي، وعبد الحميد رضوان ماسك الكوره. مدحت عبد الهادي والسيد القصراوي، ولحظات تركيز كبيره جدا من حارس المرمى ومن اللاعب اللي هيسدد الكوره. راجع لورا مدحت عبد الهادي جوه الجون. الله يا ولد يا لعيب. مدحت عبد الهادي يحرز هدف التعادل، وتشتعل المدرجات بالاعلام البيضاء خلف المرمى وبالجانبين، ويبقى 1-1 في الدقيقه 16 من الشوط الثاني. برافو يا مدحت، واخد الثقه ولا مدحت الفتره اللي فاتت وجايب اجوان مؤثره قوي لتيم نادي الزمالك، ودخل في وقت محتاج لاعب عنده اعصاب كبيره قوي. وسيد القصراوي حاول الحقيقه فيها، لكن الكره كانت اسرع من حركه جسمه. تبقى 1-1 في الدقيقه 16 من زمن الشوط الثاني. هتحلو المباراه يتهيألي اكثر واكثر. الدوماني ومعاه محمد السيد، يقع محمد السيد ياخدها الدوماني، لكن محمد السيد يلحقها لايمن عبد العزيز. وسط الملعب اكرم اللي بيسقط ويستلم وش رجله خارجه حلوه قوي في مساحه في منتهى الخطوره لمحمد، وماشي هوبا الله جوه جول. يا عيني على الكفاح. جول حلو قوي ومن زاويه تكاد تكون ميته. طارق السيد منقذ نادي الزمالك في الاوقات الحرجه في المباراه اللي فاتت. والله اول ما نزل حط واحده بشماله في البعيده في منتهى الجمال في المباراه الاخيره لنادي الزمالك. النهارده طارق السيد بينقذ نادي الزمالك في توقيت قاتل في الدقيقه الخامسه بالوقت بدل الضايع بانطلاقه مدويه من ناحيه الشمال، وعدى طارق السيد رقم 14 وبشماله في البعيده في نفس المكان. يا ولد برافو يا طارق. خامه ممتازه جدا، ولاعب صغير ولاعب عنده ثقه في نفسه، وبيلعب على جون حلو قوي ويبقى 2-1. برافو يا طارق. كده 2-1. لكن الحقيقه انا ايضا بحيي